واحد السلام عليكم. أوزين كانت عنده واحد المهمة في الجزائر، فسمعوا شنو وقع لأوزين في الجزائر، وسمعوا شنو هي الرسالة اللي طلب الشعب الجزائري من أوزين أنه يوصلها للشعب المغربي. غنخليكم مع الفيديو، ما تنساوش تابوناو في القناة ليصلكم كل جديد. نخليكم مع الفيديو. بغيت نخبركم شويه بما وقع في الجزائر، ولكن قبل ان نهضروا على الجزائر انا عندي رساله من اخوانكم الجزائريين. قالوا لي بالحرف الجزائريين اللي اخوان اللي بالمناسبه رحبوا بنا ترحاب اخوي كبير. جلسنا تقريبا اسبوع، الناس اللي قابلناهم اقسم بالله لو بدون استثناء ناس ابانوا على كل الحب والتقدير، ماشي لنا ولكن لكم كمغاربه من خلالنا. وقالوا لي الكاملين اللي كنتلاقى معهم، قالوا لي وصل وبلغ خوتنا المغاربه، حنا راه خوت. هادو قول لهم حنا خوت. فاش تستعملوا حنا خوت تستعملوا الكلام ديالنا، وداك الشيء اللي كتشوف في مواقع التواصل الاجتماعي هي زرع البلبله وزرع الحقد والكراهيه ما بين الخوت خدمه لاجندات معينه. زرع الكراهيه والحقد ما بين الخوت خدمه لاجندات معينه، بمعنى هذوك الناس فقط مسخرين. الشعب تواق للعناق، تواق لرفع الحدود لا الجويه ولا الارضيه. قال لك حنا المغرب والجزائر الا استثمرنا في الاخوه ديالنا التاريخيه غادي نكونوا قوه ضاربه في الاقليم. كنت حريص نوصل هذه الرساله لانهم قلدوني بها، والله العظيم الا قلدوني بها. لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.